السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف أحوالكم أحبائي؟ أتمنى أن الجميع يكون بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم في قناة أسرع الوصفات. اليوم إن شاء الله سنقدم وصفة طبيعية ورائعة وفعالة جدا لمشكل تقصف الشعر أو الشعر الخشن، سواء للبنات الصغار أو للنساء. وصفة طبيعية 100% ونتائجها فعالة إن شاء الله، يعني تستطيعين استعمالها حتى البنات الصغار اللواتي يعانين من تقصف الشعر أو من الشعر المجعد أو الخشن، أو البنات التي يصعب زيادة طول في شعرهم. هذه وصفة طبيعية وناجحة إن شاء الله، من أحسن أو من أنفع الوصفات. قبل ما أبدأ في وصفة اليوم أو في خلطة اليوم الكيراتين الطبيعي للشعر، أتمنى منكم أحبائي وأصدقائي الذين خاصة الذين أول مرة يشاهدون الفيديو أو يدخلوا على قناتي أنهم يدعموها ويشتركوا فيها بالضغط على زر الاشتراك الأحمر، أيضا تسجيل إعجابهم بالفيديو إذا أعجبهم ومشاركته مع الآخرين. نبدأ في وصفة اليوم. مكوناتها بسيطة جدا وطبيعية، موجودة ومتوفرة في كل بيت. أول مكون راح نحتاج إلى بيضة واحدة، وراح نحتاج إلى كمية من زيت الزيتون الأصلي، الأصلي أكيد حتى تكون نتائج فعالة وناجحة إن شاء الله. بالنسبة للكمية، إذا كان الشعر طويل راح نزود يعني نضيف بيضتين، ونحتاج البيضة واحدة نحتاج ملعقتين من زيت الزيتون. إذا كانت بيضتين راح نحتاج إلى 4 ملاعق من زيت الزيتون، يعني الكمية ستكون على حسب طول الشعر. قلت هذه من أنجح وأحسن الوصفات لتغذية الشعر ولتطويله بسرعة فائقة ولتنعيمه والتخلص من تجعدات الشعر أو من الشعر الخشن. راح يصير شعرك مع المداومة في هذه الوصفة راح يصير شعرك ناعم وطويل وحريري إن شاء الله. فقط تتبعوا الوصفة جيدا حتى الأخير وحاولوا تداوموا عليها، لأن مكوناتها طبيعية 100%، والنتائج ستكون ناجحة وفعالة إن شاء الله. طريقة العمل الوصفة سهلة وبسيطة جدا. قلت نحتاج إلى بيضة واحدة، أنا حضرت هذه الكمية لأنه شعري قصير، وأنتم تضيفوا أو تزودوا في الكمية على حسب طول الشعر. وراح نحتاج إلى ملعقتين من زيت الزيتون. إذا كان متوفر زيت الزيتون البكر من الأحسن أنك تستعملي زيت الزيتون البكر، وإذا كان مش متوفر يعني تستعملوا زيت الزيتون الطبيعي. نحرص دائما أنه تكون منتجاتنا التي نستعملها في الوصفات تكون طبيعية للحصول على نتائج أفضل. نخلط المكونين مع بعض. البيض مع زيت الزيتون، نخلط جيدا. ممكن تستعيني بشوكة حتى تتجانس جيدا المكونات. البيض مع زيت الزيتون، وصفة بسيطة ولكن نتائجها رائعة إن شاء الله. بعد ما خلطنا المكونات جيدا راح نطبقها على الشعر. راح نقسم الشعر إلى خصل، ونحاول أن نوزع الخليط على كامل الشعر من جذوره حتى أطرافه. ممكن تستعيني بهذه الفرشاة إذا كانت عندك، يعني راح تساعدك كثيرا في فرد هذا الخليط على الشعر. قلت نقسم الشعر إلى خصل ونوزع كامل الخليط على الشعر، ونحاول نمشطه مشط يكون أسنانه متفرقة يعني خشنة. نمشط شعري تمشيط خفيف ونغطيه بكيس بلاستيكي أو بوني بلاستيكي ونتركه على الشعر مدة 2 ساعتين. قلت نقسم الشعر إلى خصل، نوزع كامل الخليط على الشعر من جذوره حتى أطرافه. قلت ممكن أنك تستعيني بهذه الفرشاة
ونتركه على الشعر مدة 2 ساعات ثم يغسل الشعر عادي بأي غسول عادي أو بالماء الدافئ. ونكرر هذه الوصفة 2 مرات في الأسبوع، يعني وصفة رائعة، مع التكرار مع المداومة عليها سوف تتخلصين إن شاء الله من جميع مشاكل الشعر. ممكن تستعمليها لبناتك الصغار اللواتي يعانين من الشعر المجعد أو الشعر الخشن، راح تساعد كثيرا في ترطيب الشعر وتنعيمه والحصول على شكل شعر براق وناعم، وراح يزيد طوله بشكل سريع جدا. قلت هذه من أحسن الوصفات، أو هذا أحسن كيراتين طبيعي للشعر. إن شاء الله أكون قد أفدتكم ولو بالقليل إن شاء الله. أتمنى فقط أنكم تدعموني وتشتركوا في القناة لأنها مازالها جديدة، وأكيد راح أفيدكم بمجموعة رائعة من الوصفات السهلة والطبيعية والمجربة إن شاء الله. أحرص دائما أن وصفاتي تكون بسيطة ولكن نتائجها رائعة إن شاء الله. إن شاء الله تستفيدوا منها، وانتظروا مني مجموعة كبيرة من الوصفات. فقط أتمنى منكم الدعم والاشتراك في القناة وتسجيل إعجابكم إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.